الأستاذة سما المصري. سما المصري بصراحة أنا متابعها من زمان جدًا، جدًا، من أيام كويس إنها على فكرة اتحجبت والكلام ده ولجأت لربنا وبطّلت بطّلت تلبس البناطيل، ولكن ده مش حجاب. عايز أقول لِك إن ده مش حجاب. ليه بقى؟ لأن الحجاب ليه ضوابط وأحكام والكلام ده كله، مش مجرد إنِّك أنتِ حطيتِ طرحة على دماغِك يبقى حجاب. ليه بقى؟ لأن حضرتِك بتلبسي لسه بنطلون بأمارة آخر فيديو ليكِ اللي هو بتاع الlive بتاع ال اسمه إيه دوّن اللي اتعمل جديد ده اللي باظ ده من يومين تاني. تمام. مش مشكله، انا عارف ان انت عايزه تعملي محتوى وعايزه تنجحي وتبقي مشهوره زي المشاهير، مع ان انت مشهوره مش مشكله خالص، ولكن لا اعتقد لا اعتقد ان المحتوى اللي انت ماشيه فيه كويس او صح. ليه بقى؟ لان حضرتك مش ملتزمه بالحجاب، مش ملتزمه الالتزام الصحيح اللي هو بتاع الحجاب. انت عايزه تعملي يعني شو وبتاع والكلام ده كله، ماشي. الريتش ما بيجيش بالكلام ده، ما بيجيش بالهلس، بيجي بالهلس ولكن كل ده حسابه عند ربنا تقيل، مش سهل، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. اي نعم، في الدنيا الناس بتجيب فلوس من الحرام كتير، ولكن حسابها عسير عند ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره، مش هتبقى فاهمه بس. فنصيحتي ليك طالما رجعت لربنا سبحانه وتعالى واتحجبتي، حاولي تلتزمي بالحجاب بالطريقه الصحيحه، لان الدين لا يتجزأ. الدين مش بيتجزأ خالص. الحجاب مش انك انت تحطي طرحه وخلاص، مش انك انت تلبسي عبايه وتسيبي البناطيل، مش ان انت كنت بتحطي ميك اب فما بتحطيش ميك اب، مش ان انت يعني تبيني نص شعرك في اللايفات مش تبقي فاهمه بس. الكلام ده كله غلط 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 جدا جدا جدا. الناس المحترمه محترمه من غير اي حاجه، ولكن الفلوس ما بتجيش بالطريقه دي. كنت خليتك على ما انت عليه، ده كان احسن. لكن ان انت يبقى عندك نص دين، ده صعب. معلش، عامله زي سعد الصغير بيقول ايه؟ سعد الصغير بيقول ان التمثيل، ان الفن حرام، وان احنا مش فنانين، وان احنا كذا وكذا وكذا. طب انت لسه بتغني. وتامر حسني التاني فظيع برضه في ادائه، يقول لك انا مش عايز ابقى نهايتي كده، انا مش عايز اموت كده، انا ما بتمناش ان انا اموت على خشبه المسرح. طب ما تبطل، طب ما اهو كفايه بقى شهره، انت اتشهرت بقى فيك كفايه، خلاص ارجع بقى لربنا سبحانه وتعالى. عملت فلوس كتير، اعمل زي قدوره، بداها من بدري. اعمل زي بتاع اغنيه ما فيش صاحب يتصاحب اللي هو، اعمل زي ناس كتير، ناس كتيره جدا اعتزلت الفن ورجعت لربنا سبحانه وتعالى. مش بقول لك، انا مش شيخ عشان اقول لك ان الفن حرام ولا حلال والكلام ده كله، ولا بقول للسما المصري انها تبطل لايفات او انها يعني تتحجب والكلام ده كله، لا. انا مش بغصب على حد، ولكن الدين لا يتجزأ. الدين ما فيهوش آه، اصلي الظهر والعصر والمغرب في الشغل لما ارجع اصليه، او اصلي النهارده مثلا الظهر والعصر وهسيب المغرب والعشاء، او هبدا اصلي لما ابقى فاضي، اصلي. والله النهارده ما فضيتش. طب ايه ده؟ انت بتقطع، انت بتشترط على ربنا سبحانه وتعالى، اعمل دي ومش هعمل دي، اصلي ده ومش هصلي ده، آه هتحجب، هلبس طرحه او مش هلبس، جيبه، هلبس بنطلون محزق او ضيق او واسع. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الدين لا يتجزأ. بتفكرني بجمله بتاع ده عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان، اول ما قال لها ايه، دي مقدمه فوق مع الشيخ محمود ومن تحت مع عمرو دياب. فهم فاهمين وعارفين ان يعني حتى الممثلين نفسهم وحتى المطربين والكلام ده كله فاهمين وعارفين الحلال من الحرام والكلام ده كله. و... وفي مطربين كتير وممثلات كتير اتحجبوا ورجعوا شالوا الحجاب تاني عشان يعرفوا يمثلوا او يجيبوا فلوس. بسم الله ما شاء الله، عندك حنان ترك، يعني اول ما اتحجبت خلاص هي توبه نصوحه وخلاص. رجعت مثلت بعدها، ولكن حست ان هو التمثيل مش هينفع مع الحجاب، وهيبقى نصها كده ونصها كده، فبطلت خالص بقى، بطلت تمثيل خالص و... وهربت من ان هي تبقى منافقه او نص كده ونص كده. وخالد يوسف والناس كتيره من المخرجين والممثلين اتكلموا على الحته دي، واتكلموا عنهم هم مش عارفين يرجعوا حنان ترك والكلام ده كله للتمثيل، لان هي مؤثره. ولكن يا ريت كل مؤثر يعرف ان هو عند ربنا سبحانه وتعالى يعني اكبر بكتير. الفلوس دي ما بتجيش كده وخلاص، الفلوس دي يعني بتروح وتيجي. ما تبصش ان الفلوس دي يعني هتيجي بسهوله من مثلا نص شعرك، ولا تبيني بنطلونك، ولا تبيني مش عارف اعراضك للناس. اعرفي حق ربنا
وادي ربنا حقه، وربنا سبحانه وتعالى هيديك حقك. يا ريت يا ريت شويه ونعرف الكلام ده كله كويس. ده هيفرق معانا كتير جدا جدا يعني.